السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبنا شفيعنا هدينا على كل خير في مصلحة الأمة جميعا. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أهلا بكم متابعين قناتي وقناتكم، قناة كل ما يخص ست البيت. فيديو جديد النهاردة من عند الطيور بتاعتنا. النهاردة جايين نتكلم عن حاجة مفيدة جدا للطيور بتاعتنا. جايين نتكلم عن حاجة كده موجودة في المطبخ بتاعنا، حاجة كده من مكونات المطبخ بتاعنا. الحاجة دي بتعمل ايه للطيور؟ جميلة جدا يا جماعة للطيور. الحاجة دي بترفع المناعة بتاعة الطيور، بتحميهم من الموت المفاجئ، ودي أصعب حاجة عند أصعب مشكلة بتحصل للطيور بتاعتنا، إن احنا نتفاجئ كده إن نلاقي الطيور بتاعتنا بتموت. فدي هتحميهم من النفوق في فصل الشتاء. احنا عارفين كويس أوي إن الطيور بتاعتنا دلوقتي معرضة في أي وقت من الأوقات إن هي تصاب بالمشاكل دي، ويحصل لها المشاكل دي وتاخد العدوى. فلازم ان احنا نتعامل مع المشاكل دي برضو، ان احنا نكون منتبهين مركزين عشان نحل اي سبب للعدوى. نشوف نحل المشاكل دي، نشوف اسبابها ايه. طبعا بنشوف كده فراخ بنلاقيها كده بتلمع صحتها حلوة لما بنروح المزارع، لكن لما بنيجي نشوف الفراخ بتاعتنا بنلاقيها كشة بتموت، صحتها كده مش كويسة. فاحنا عايزين نشوف الطيور بتاعتنا يعني مناعتها ماهيش قوية ليه، مش قادرة ان هي تقاوم الامراض المختلفة والفيروسات اللعينة والشوطة اللي بتيجي على الطيور بتاعتنا في ليلة واحدة، بتقضي على كل الطيور بتاعتنا. انا مش هقول لكم على ان احنا نروح الصيدلية البيطرية ونشتري منها، لا، انا هقول لكم على حاجة كده جميلة جدا مفيدة جدا، هتخلي الفراخ بتاعتنا تقاوم اي مرض. اقول لكم في الفيديو ده على 3 مشروبات. المشروبات دي جبارة، بتدي مناعة، بتدفي الطيور بتاعتنا، مناعة وتدفية للطيور بتاعتنا. المناعة دي كل واحد بيربي الطيور عارف كويس ان الفرخة كده ما تفرقش عن يعني عننا في اي حاجة. طبعا احنا كبني ادمين او كبشر، اما المناعة بتاعتنا بتكون ضعيفة بنصاب باي امراض، لكن لو مناعتنا قوية نادرا ما بنصاب باي امراض. فعايزين نرفع مناعة الطيور بتاعتنا، حتى لو اكلها ضعيف، البيئة بتاعتها مش نظيفة، وعندها ضعف في المناعة، مناعتها بتقع. المناعة بتاعت الطيور بتقع من حاجتين اتنين. اول حاجة عايزين نعرفها ان احنا نرفع كفاءة الجهاز الهضمي بتاع الطيور بتاعتنا عشان يمتص الغذاء، وتقوية الجهاز التنفسي. الاتنين دول مع بعض لو ظبطنا الاتنين دول، الفراخ بتاعتنا هتبقى كده مكنة انتاج. طبعا مكنة في انتاج البيض. مش هنبقى محتاجين للأدوية الا في حالات ضيقة جدا، لما يكون في مشكلة ان المرض جه وخلاص فبنجيب الدواء عشان نعالجه، انما مش هنحتاج ادوية عشان نقاوم الامراض المختلفة. احنا مش محتاجين اي نوع من الادوية عشان نقاومها، احنا محتاجين نقطتين اتنين اللي قلت عليهم، البيئة النظيفة والاكل الكويس عشان ترفع كفاءة الجهاز الهضمي وتقوي الجهاز التنفسي. الاتنين مع بعض. المشروب الاول معانا المضاد الحيوي واللي موجود في كل بيت، البصل والثوم والليمون والخل. ده مش مجرد اكل، ده اقوى مضاد حيوي طبيعي. طب الطريقة بتاعته ان احنا هنجيب بصلة وفصين توم مع ليمونة بالقشرة بتاعتها ونضربهم في الخلاط، نصفيهم، ناخد المية بتاعتهم نحطها على السقاية. ازاي؟ 5 سنتي من الحاجات دي لكل لتر مية، 5 سنتي بس. تأثيره قوي كبير جدا لدرجة ان احنا بناخد منه 5 سنتي بس. 5 سنتي يعني كأنه دواء بالظبط، لان البصل والثوم والليمون والخل كل دي بتعمل كمضاد حيوي. البصل والثوم مضادات حيوية، والليمون فيتامين وأحماض، والخل بيطرد السموم. يعني عندنا جيش مناعة كده، جيش اللي بيقوي المناعة كلها في نفس الوقت، بيطهر الأمعاء، بيخلي مناعة الفراخ في حتة تانية خالص ان هي تقاوم اي امراض واي عدوى ممكن تصيبها.
واي هجمة من شوطة او عدوى او برد تنفسي بشكل عام، حتى لو عدوى جلدية ده زي الجدري مثلا، كل ده انت هنقاومه بسهولة لما نستخدم السلاح ده. لكن السر بقى اللي بيدمر المناعة، وده لازم نحذر اي حد بيربي طيور منه، ان احنا لما نيجي ندي ادوية بشرية ومضادات حيوية ما ينفعش نديها بشكل عشوائي. ناس كتير اول ما الفراخ بتكش وبتتعب ويجي لها عدوى برد او اي حاجة، بيروحوا جايبين مضاد حيوي ورخيص بشري ويحطوا في المية. احنا كده بنموت البكتيريا النافعة في امعاء الطيور بتاعتنا، بنخلي مناعتهم صفر. بلاش نستخدم مضاد حيوي الا للضرورة القصوى، وبعد ما نرفع المناعة عشان الطيور تعرف تستحمل الامراض المختلفة. وخلينا في الطبيعي الأضمن والأوفر، وتسريعه أسرع، ملوش أي آثار جانبية ممكن تأذي الطيور. هنيجي بقى للمشروب التاني اللي هو بيرفع الوزن والمناعة. المشروب التاني ده مشروب سحري، هو الكركم مع العسل الأسود. الكركم ده صيدلية متنقلة، مش منشط كبد، قاتل سموم. العسل الأسود بيرفع الطاقة، بيدفي الطيور في البرد القارس اللي احنا فيه دلوقتي. بنحط معلقة كركم على العلف ومعلقة عسل على المية مرة كل أسبوع، وهنشوف شكل الطيور. هنلاقي الطيور الريش بتاعها بيلمع، صحتهم حلوة. تربية الطيور مش حاجة صعبة، بس هي مجرد بس ان هي بتحتاج خبرة شوية، وبتحتاج اهتمام، وبتحتاج ان احنا نجرب الوصفات دي ونشوف ايه اللي هينفع منها وايه اللي مش هينفع. في شوية نصايح برضو هنقول عليها في الفيديو ده. نصايح دي لزيادة الانتاج عندنا. زيادة الانتاج هتبقى اضعاف مضاعفة. احنا كده ظبطنا المناعة ونظبط اكل الطيور، نحافظ على الروتين اليومي ما نغيروش. نظبط الاضاءة الصناعية عشان بنستخدمها بالليل بعد الشمس ما بتغيب. الطيور مش بتستحمل ان هو ينتج وفي نفس الوقت يلاقي الجو نايم كده حواليه والاضاءة مفيش اضاءة خالص. ده بتخلي الطيور تنام. انتاج الطيور بيبقى متعلق بالحركة والنشاط، فبالتالي برضو بيبقى متعلق بالنور، عشان يشوف ياكل كمية كبيرة. والاكل ده اللي بيخليه برضو ان هو يدي انتاج كويس. حبايبي ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده. متنسوناش حبايبي باللايك لدعم القناه، ولو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد على قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.